السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي صوت بيقرا تيفي. في هذا اللقاء الخاص نقدم لكم سلسلة تعريفية بالمنتخبات المتواجدة في المجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم 2026، ونبدأ بالمنتخب الوطني المغربي. يعد المنتخب المغربي لكرة القدم من أبرز المنتخبات الإفريقية والعربية، حيث تأسس سنة 1955 ويمثل المغرب في مختلف المنافسات القارية والدولية. وأبرز الإنجازات: التتويج بكأس إفريقيا للأمم سنة 1976، التأهل إلى نهائي الكأس إفريقيا للأمم سنة 2004 في تونس وتحقيق المركز الثاني، التأهل إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 بالمغرب وتحقيق المركز الثاني، أول منتخب إفريقي وعربي يتصدر مجموعته في كأس العالم سنة 1986، بلوغ دور ثمن نهائي كأس العالم 1986، تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 كأول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى هذا الدور، يحتل المركز الرابع في كأس العالم 2022. وألوان المنتخب: القميص الأساسي الأحمر والأخضر، القميص الاحتياطي الأبيض. والجماهير المغربية: يتميز المنتخب المغربي بدعم جماهيري كبير داخل المغرب وخارجه، حيث تسانده الجماهير في مختلف المنافسات القارية والعالمية. والختام: يطمح المنتخب الوطني المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم 2026 وتحقيق مشاركة مشرفة تليق بمكانة كرة القدم المغربية. شكرا لكم جميعا مستمعينا الكرام على المتابعة في هذه القناة صوت بيقرا تيفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.